للزميل أحمد خليل ولضيوفه الكرام، سيداتي آنساتي سادتي أيها الأحبة في كل مكان، في قطر، في العاصمة، في مختلف المدن القطرية، في العالم أجمع، تحية لكم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى معقل النادي العربي الذي يستضيف الريان في الجولة الثامنة من منافسات الدوري القطري. الحضور الجماهيري كما نلاحظ ما بين جماهير النادي العربي وما بين جماهير نادي الريان، وكما ذكرت في حوار كبير راح يكون الحقيقة لأي من الفريقين. الصافرة قطرية السيد محمد أحمد الشمري، وبالتالي العربي جوميز، مصعب خضر، مرتضى كونجي، مونييزا، فهد الشنين، محمد صلاح، لاسوغا، بيار ناسون، يوسف عبد الرزاق، أحمد فتحي. الأعزاء اللي من ضمنهم هذا اللاعب بينكم يجري في الملاعب القطرية مع نادي كبير. محاولة العربي، الكرة أخيرا تستقر عند حارس المرمى فهد يونس. أقرب حتى محاولة ربما تكون للريان. التسديدة لاحظ معي ممتازة كانت ردة الفعل من جوميز، وتسديدة رودريغو تاباتا كما ذكرت لا زال قويا، لا زال متألقا. لاحظ تسديدة القوية، اضطر حارس المرمى العرباوي انه يحولها الى ضربة ركنية رابعة. عدوا معي 4 ضربات ركنية بسن 38. أكيد نظرات البرازيلية والضربة الحرة المباشرة الخطيرة. الله حلوة اللقطة، مباراة جميلة ما بين الفريقين يجملها اللاعب الأكبر في المباراة بتسديدتين. لاحظ كيف عملها، تألق حارس المرمى جوميز مرتين. انت لاحظ معي رودريغو تاباتا يصيد مرتين، حارس المرمى جوميز اللي يتألق في صد تسديد. وين تستقر الآن؟ تستقر لفريق النادي العربي. تحولت عالية الكرة، الله ضاعت من اللاعب المتقدم في اللقطة السابقة الإيراني مرتضى كونجي. كاد أن يسجل الهدف الأول لمصلحة فريق النادي العربي. لاحظ الكرة خطيرة جدا، ربما تكون من المحاولات الأخطر في المباراة. الكرة اللي تمر بهذا الشكل أمامك، الرأسية والرأسية الثانية بعد ذلك من الحرباوي، لكنها ضاعت على الاثنين، وبالتالي تبقى النتيجة ندم عليها مشجع فريق نادي العربي. أكيد لاعب في برشلونة واللاعب على تنفيذ الضربة الركنية يستفيد منها العربي. حلوة اللقطة، حلوة الرأسية، حلوة من فهد يونس، أيضا ردة الفعل من فهد يونس. شوف، من ضربة ركنية أولى كاد فريق النادي العربي أن يسجل الجول الأول، لكن هنا عندك تألق وردة الفعل من حارس المرمى. ظهر، شوف الآن أمامك اللاعب بيار ناسون، اللاعب اللي ما عمل مثل هذه المحاولات. ترى خطيرة، الضربة الركنية انلعبت عالية، الرأسية أيضا حاضرة هذه المرة من حمدي الحرباوي، أيضا تستقر مع العربي. ملعب النادي العربي ما في أهداف لغاية الآن، قد يأتي الهدف الأول، لكن هذه التسديدة أيضا بعيدة تضيع على فريق النادي العربي، ضاعت على فريق النادي العربي. شوف هذا المشهد الجميل الحقيقة اللي نعيش اليوم في هذا الكلاسيكو ما بين العربي والريان. كنا نتمناه يعني أن يحدث من زمان ما بين العربي والريان، والمشهد الحقيقة اللي نشوفه أمامنا يصب في مصلحة قوة الدوري القطري. هذا محمد جمعة لاعب فريق نادي الريان، وهذا اللاعب بيار ناسون اللاعب الايسلندي الجديد، والضربة الركنية للعرباوي. اللعبة الرأسية تستقر وين؟ لا زالت خطيرة جدا أمام مرمى فريق نادي الريان، ضاعت على العربي.
الألقاب على مستوى الدوري. العربي غاب لقب بطولة على كم 23 سنة من الانتظار. الكرة وصلت في الجهة اليسرى، ياسين إبراهيمي يخلص، ياسين إبراهيمي يمرر التسديدة خطيرة، حلوة لاعبين امامك. هنا ممكن جدا، ممكن الالماني لاسوغا على تنفيذ الضربة الحرة المباشرة يعملها الالماني في مرمى فهد يونس مثلا، يتقدم الالماني. حلوة الحراس يتألقون، فهد يونس يتألق، جوميز يتألق، لاسوغا يتألق. ولاحظ انت معي، لاحظ التسديده قويه، الحقيقه قويه، ولفت وهي في الهواء. لاحظ هني لفت، لكن حلوه بتركيز عالي. يتألق ايضا حارس المرمى فهد يونس وينقذ مرمى الريان من الجول الاول. ماي الجول العرباوي الاول، السبب في ذلك تألق فهد يونس. الضربه الركنيه للعرباويه لعبت جول العربي الجول الاول. اهتزت المدرجات، وحمدي الحرباوي يجعل المدرجات العرباويه تهتز. ضاعت الفرصة قبل قليل من لاسوغا، حضر حمدي الحرباوي، والحرباوي التونسي يسجل الهدف الأول في المباراة لمصلحة العربي. لاحظ الكرة الرأسية أولا، وبعد ذلك يوم تهيأت إلى الحرباوي، والحرباوي ينشر الفرح. هو لاسوغا اللي سدد الكرة قبل قليل، لكن لاسوغا نفسه المتألق الألماني لعب الكرة الرأسية إلى الحرباوي، والحرباوي ينشر الفرح في شرق. التونسي يصعد الشرق ويسجل الجول الأول لمصلحة العربي. ردة الفعل الريانية، ممكن التعادل، الكرة في غاية الخطورة. قبل قليل تمكن الحرباوي من إسعادها الشرق. الآن ياسين إبراهيم يسعدها للغرب، وبالتالي يصعد مدرجات الريان. لم يهنأ العربي بالجول الأول. لاحظ ياسين إبراهيمي تقدم على كيفه، وحاور وتقدم ومر وحط الكرة على يمين حارس المرمى جوميز، وسجل هدف التعادل مباشرة لمصلحة الريان. إذن العرباوي خطيرة، لأن في لاعبين خطيرين طوال القامة. الرأسية أيضا تحولت لكنها إلى ضربة ركنية أخرى أعتقد، أو إلى رمية تماس لمصلحة النادي العربي. شوط أول حلو، اشزين ملعب المباراة، اشزين الحضور الجماهيري. آلاف القطريين المقيمين أتوا لمتابعة هذا الكلاسيكو الكبير. العربي يقدم كلاسيكو مثير، تقدم بالجول الأول. الرهيب يقدم كلاسيكو مثير، تعادل بعد ثواني معدودات فقط. والضربة الركنية عرباوية، اللعبات والرأسية أيضا جميلة ممتعة. المدرجات بالجولين وبالمحاولات وبالضربات الركنية وبالتسديدة. الله، في العارضة تضيع، وبالتالي العارضة تنقذ الموقف. وكاد الريان مرة أخرى، والتسديدة الحاضرة. ضغط رهيب من الرهيب بعد أن سجل هدف التعادل. التسديدة الأولى والتسديدة الثالثة لنفس اللاعب رودريغو تاباتا، وبالتالي العارضة تتدخل اليوم في الشوط الأول وعند حسن الظن به، وبالتالي خرج الشوط الأول بأجمل حلة من الفرص الضائعة، من تألق لاعبي الفريقين، من الهدفين الجميلين. الهدف الأول لهذا اللاعب ياسين إبراهيم
الابراهيمي اسبق اللاعب التونسي. الجزائري والتونسي سجلوا الهدفين الاول والثاني في المباراه، لكن ما بين هدف العربويه وهدف الريانيين اعتقد ثواني معدودات. سيداتي انساتي سادتي، في قطر، في المدن القطرية، من مشجعي الريان، من مشجعي العربي، الفريقين العزيزين يعني مو بالعزيز انت العرباوي، حتى العزيز انت الرياني، لانهم اشتركوا في تقديم شوط ولا احلى في قطر وفي العالم اجمع. كلاسيكو كرة القدم القطرية ما باح بكل الاسرار. الشوط الاول كان مثيرا للغاية، كان من المفروض أن يتعامل معها فريق النادي العربي بشكل أفضل. الكرة السريعة تحولت، حطت، ومرة أخرى فهد يونس. لاحظ الكرة السابقة كانت خطيرة يوم اسقطت وتحولت، صدها عارضة المرمى، رجع هني استلمها. اليوم حراس المرمى جيدين بصراحة. فهد جيد.